مرحبا بكم. الرقم الأخضر يطيح بقائد وعون السلطة بمراكش متلبسين بتلقي رشوة داخل مقهى. قبل البدء في التفاصيل لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم جديد الأخبار العالمية والمحلية. أطاحت المصالح الأمنية بمدينة مراكش مساء الاثنين 4 غشت الجاري بقائد الملحقة الإدارية المسيرة 3 وعون السلطة تابع له بعد ضبطهما في حالة تلبس بتلقي مبلغ مالي يشتبه في كونه رشوة، وذلك داخل أحد المقاهي بالمدينة الحمراء. وجاءت هذه العملية عقب شكاية تقدم بها أحد المواطنين عبر الخط الهاتفي المباشر المعروف بالرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الرشوة، حيث أوضح المشتكي أنه تعرض لابتزاز من طرف المسؤولين المذكورين مقابل خدمة إدارية، وبتنسيق محكم بين النيابة العامة المختصة وعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تم نصب كمين أمني ميداني مكن من توقيف المسؤولين المعنيين في حالة تلبس لحظة تسلمهما لمبلغ مالي قدره 3000 درهم داخل مقهى يقع ضمن النفوذ الترابي للملحقة الإدارية التي يشرف عليها القائد. ويشغل القائد المعني بالواقعة بحسب المعطيات المتوفرة مهمة تسيير بشوية الحي الحسني بالنيابة، في حين يعمل عون السلطة الموقوف ضمن الحي الإداري سيدي مبارك بمنطقة النخيل. وقد تم اقتياد المشتبه فيهما إلى مقر الشرطة القضائية حيث جرى الاستماع إليهما في محضر رسمي في انتظار عرضهما على أنظار النيابة العامة لاتخاذ المتعين قانونا في حقهما.